ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، واهلا بيكم وفيديو جديد في قناتي فنفوض معمورة. ازاي نعمل طبق شوربة جميل ومغذي ولذيذ ومفيد جدا، وطعمه بصراحة يعني تحفة، من حاجة كلنا بنرميها. هنعمل طبق الشوربة ده زي ما انتوا شايفين كده قد ايه جميل، وكل اللي ضايقه عجبه جدا، وكله سألني على الطريقة بتاعته. والحمد لله دي الطريقة بتاعتي انا الخاصة، مش بتاعة حد تاني. هتتقدمي طبق الشوربة ده بالطريقة الحلوة دي على السفرة. لو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشير لكل حبايبكم. أول حاجة نقول كده بسم الله. معانا كده البلانشة، لما نيجي نقطع أي حاجة عليها تحطي منديل مطبخ أو فوطة مطبخ عشان البلانشة ما تتحركش معاكي وانتي بتقطعي. معايا بصلة بقطع كده الجزء ده وده وبسيبها كده تكون ماسكة، يعني الجزء الأخير ده يكون ماسك كده، وببتدي أقطعها بالبوزة بتاعت السكينة كده. دي أسهل طريقة بنقطع بيها البصل. أنا عايزة بصل يكون كيوبس كده أو مكعبات. طبعا احنا بنتحكم في المكعب حسب بقى ايه الشرايح اللي احنا بنعملها، تخينة أو رفيعة. بعد كده بقسم البصلة نصين وببتدي أقطعها كده بالشكل ده. هلاقي البصلة اتقطعت معايا بأشكال متساوية وبطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة. أنا عملت هنا بصلة بصل أحمر وبصل أبيض، عملتها برضو دي بنفس الفكرة. وهبتدي بقى ايه نقطعها كده. الطريقة سهلة قوي وبسيطة. دي تقدروها تعملوا بيها كل الحاجات اللي انتوا بتحبوا تقطعوا بيها بصل يكون مكعبات صغيرة، اعملوها بالطريقة دي. بقطع البصل كده بالشكل ده. طبعا تقدروا تستخدموا بصل احمر كله او بصل ابيض عادي، مش هتفرق يعني. لكن انا بس حبيت اوريكم شكل التقطيعة بتبقى عاملة ازاي وازاي سهلة وبسيطة. هنحتاج بصلتين يكون حجمهم متوسط، دول اللي هنستخدمهم في الشوربة. طبعا احنا هنعمل كمية شوربة هتكون يعني حلة حلوة كده، تقدري تعملي طبعا نص الكمية لو حابة، براحتك خالص. لو لقيت اي جزء كده كبير ولا حاجة ببتدي اقطعه صغير، بتتقطع معايا بصوا كلها نفس الحجم. لو في حاجة ماسكة ببعضها بنبتدي نفرفطها كده. انا كده كده البصل لازم احط عليه شوية ملح وفلفل وادعكه بيها، والطريقة دي اتعلمتها من مامتي. معايا كمان واحد فلفل اخضر، ممكن يكون بارد او حراق على حسب ما تحبي، وبنقطعه برضو كده مكعبات صغيرة. بيدي طعم حلو قوي ولذيذ جدا في الشوربة. تقدري طبعا لو انتي مش حابة ان انتي تحطي مكعبات تقدري تحطي فلفل. تعالوا بقى للمكون بتاعنا الحلو قوي المفيد جدا، العصب بتاع الكرنب او العروق بتاعة الكرنب. كلنا لما بنعمل محشي بتتفضل الجزء ده اللي بيكون باقي بعد ما بنقطع الورق ده مش بنستخدمه. وكمان ساعات بيتفضل معانا ورق كده حتت صغيرة ما ينفعش تتحشى ولا ينفع ان احنا نعمل بيها اي حاجة. طبعا احنا كنا عملنا فيديو قبل كده وقلت لكم ازاي ان احنا نخلل العروق او العصب بتاعه الكرنب دي ونعملها بالشكل ده وتتاكل، ودي من المخللات المشهوره قوي. وصفه النهارده ازاي هنعمل من العصب بتاع الكرنب ده شوربه. الشوربه بتاعه الكرنب عايزه اقول لكم مغذيه ومفيده ولذيذه وطعمها تحفه جدا. وطبعا بدل ما احنا بنرميه هنستخدمه ونعمل منه شوربه هايله. هنقطعه كده بالظبط مكعبات صغيره زي ما قطعنا كده في حجم البصل، زي ما قطعناه. طبعا دي بتكون مسلوقة طبعا مع الكرنب، وحتى لو عايزة تعمليها من كرنب أخضر عادي، بس أنا بقول استخدام يعني لحاجة احنا بنهدرها أو بنرميها نقدر نطلع منها طبق شوربة. بصوا بقطعها كده يعني قد البصل كده ما قطعناه بالظبط. طبعا تقدري تستخدمي في الوصفة دي لو موجود معاكي طبعا كمية من الورق مثلا لونها أخضر غامق شوية، مش بتحبي تحشيها، أو مثلا متقطعة قطع صغيرة فما جاتش معاكي في لفة المحشي ان انت تعمليها صبع محشي، تقدري تستخدميها في الوصفة دي. طيب هل طعم الكرنب ده بيبان لما بنعمل الشوربة؟ ابدا. الشوربة لما بتتعمل بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها دي ملهاش اي علاقة اطلاقا بطعم الكرنب اللي انت تحسي ان هي ريحتها كرنب او ريحتها طعم كرنب، لا خالص. نقطع بقى الكمية بتاعتنا كلها، وانا كان برضو هنا كان فاضل كده ورقتين كده خضر مش عايزاهم، برضو قطعتهم بنفس القصة. معايا بقى كده في حلة على النار او وok كده، ببتدي احط مثلا معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وطبعا البصل دعكته كده بالملح والفلفل، وهبتدي اشوحه كده تشويحة حلوة على النار.
انا مش هحمره ولا هديله لون اصفر ولا اي حاجه، انا بس عايزاه يدبل كده شويه. طبعا ده هيتسلق معانا في الشوربه وهيدينا طعم حلو جدا. بعد كده هيكون معايا حوالي 4 معالق من اللحمه، حوالي يعني مثلا 100 جرام ولا حاجه. لو عندك لحمه معصجه تقدري تضيفيها طبعا على طول، مفيش مشكله. لو ما عندكيش تقدري تضيفي حته كده صغنونه كده من اللحمه المفرومه مع البصل، ونبتدي نقلبها كده كويس جدا لغاية لما تستوي معانا نص تسوية زي ما احنا شايفين كده. حتة اللحمة دي هتدينا طعم حلو قوي 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 للشوربة، هتنقل الشوربة بتاعتك في حتة تانية. طيب هل نقدر نعمل حاجة تانية بدل اللحمة المفرومة؟ نستخدم حاجة تانية هقول لكم. بعد كده بحط معلقة حلوة كده مليانة من الدقيق. طب ايه فايدة الدقيق هنا؟ الدقيق هنا بيدي كده للشوربة، هيديها تقل كده شوية، متبقاش بقى مية كده كلها، لا لما تيجي تشربيها. وكمان بتديها طعم حلو. بقلب كده معلقة الدقيق مع اللحمة والبصل، انا مش عايزة الدقيق يتحمر، بس عايزة اطيع طعم الدقيق الني. يعني افضل كده اقلبه كده، اديله كده كام تقليبة، نشوح بس الدقيق ويختفي اللون الابيض، وكمان احس ان الطعم بتاعه كمان ابتدى خلاص ان هو يختفي. لكن اخلي بالي ان مش عايزة اي حاجة تاخد لون غامق او تتحرق. جزرتين حلوين كده مبشورين على المبشرة، وهنبتدي نحطهم معانا في الشوربة. انا عايزه اقول لكم، انا كنت بعمل كرومب وبعدين ماما قالت لي انت هترمي ده، قلت لها ماما مش محتاجاه في حاجه، قالت لي طب ما تعملي لنا شوربه، قلت لها طيب. فدخلت بقى المطبخ وبدات اركب الفكره زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنضيف معلقتين حلوين من الصلصه البيتي اللي احنا عاملينها، وانتم عارفين ان انا مش بستخدم اي صلصه صناعي، بستخدم صلصه بيتي. وعندكم طبعا الطريقه بتاعتها موجوده. عملناها قبل رمضان والحمد لله، يعني بتقعد معاكي بره التلاجة زي ما انت عايزه، بطريقه التعقيم اللي انا قلت لكم عليها. نقلب بقى كده كويس، وبعد كده نبتدي نضيف الشوربه. عندك شوربه خلاص مفيش مشكله، تقدري تضيفي شوربه. طب لو ما عندكيش شوربه عادي جدا تضيفي ميه، لانك انت اصلا حاطه فيها لحمه، فكده كده لما هتتسلق هتديكي طعم الشوربه. لكن لو عندنا مثلا شوربه لحمه او شوربه فراخ او اي شوربه نقدر نضيفها، ما عندناش نقدر نضيف ميه، ويا ريت تكون ميه سخنه او الشوربه سخنه. هنبتدي بقى نقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وبعد كده هنبتدي نضيف مع بعض الكرنب اللي احنا قطعناه. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت هنا الشوربة. وبعد كده هبتدي اضيف الكرنب، وتبتدي كل الخضار وكل الحاجات دي كلها تغلي بقى مع بعضها على النار، وكله ياخد من طعم بعض، وكله ياخد من طعم اللحمة. والشوربة قد ايه هيبقى لونها حلو جدا. مهمين قوي معلقتين الصلصة، مهمين قوي الجزرتين المبشورين الحلوين، بيدوكوا لون حلو وطعم حلو. وكله لما بيستوي بيبقى الطعم كده لذيذ ودايب. وما تفتكروش ان العروق دي هيبقى طعمها يعني تبقى بتقطم كده، بالعكس دي هتدوب وتبقى حلوه. انا نقلتها بس في حله اكبر عشان تاخد راحتها كده في الغليان. عايزه اقول لكم معلومه مهمه، هتسيبوها تغلي والغطا مكشوف، بلاش تغطوها لانها هتفور منكم، ان احنا حاطين دقيق يعني ممكن دوت يعمل فوران وتبتدي تفور على البوتاجاز. هنا لسه هي بتبتدي تغلي، فبتبتدي بقى شوية الدهون كده متجمعة كده على الوش بتاعة الشوربة طبعا واللحمة. انا هنا بس كده بحط شوية ملح وفلفل، وبخلي بالي لان انا الشوربة حطاها، فبخلي بالي بس ان انا ايه يعني ما زودش ملح قوي علشان الدنيا تبقى مظبوطة معاكي. تقليبة حلوة بقى كده على النار، وبنسيب الكلام دوت يغلي مع بعض قد ايه؟ تلت ساعة. يعني انت الطبق الحلو ده تقدري تعمليه قبل الفطار كده بنص ساعة ساعة، هيبقى معاكي جاهز وزي الفل. سيبه بقى يغلي كويس جدا كده مع بعض لمدة تلت ساعة، وبعد كده هيكون بالشكل الحلو ده. اغرفوا بقى في طبق الشوربة كده على السفرة، وكل واحد كده ياخد طبق حلو سخن ودافي وجميل. والله لو جربتوها تحفة تحفة تحفة. كل اللي دقها عجبته جدا. طعمها ما فيهاش طعم الكرنب خالص، مغذية ولذيذة ومفيدة. طعم اللحمة مدي فيها طعم كده حلو. وصفة سهلة وبسيطة بدون بهارات كتير، بدون تكاليف كتير. تعملي طبق شوربة من أحلى الأطباق اللي ممكن تدوقوها.
عارفها بقى كده وهي سخنة كده ولذيذة. شايفين بقى الجمال من حاجة كلنا كنا ممكن نكون بنرميها، قدرنا ازاي نعمل لها اعادة تدوير. طب ايه اللي ممكن نحطه بدل اللحمة؟ ممكن تحطي لو عندك حتة لحمة مسلوقة او متحمرة من قبل كده مثلا، تقطعيها وتحطيها. ممكن تحطي صدور فراخ لو مستوية او نية. لو نية طبعا هتسويها معاها. لو مستوية ممكن لو عندك اي حاجة باقية عندك من عزومة قبل كده، تقدري تعملي بيها طبق الشوربة اللذيذ ده. عندك لحمة معصجة مفيش مشكلة، حتة لحمة نية قطعيها كده وكله يمشي. بس لو لحمة طبعا قطع لازم نسويها قبل كده، تكون مسلوقة ما تكونش نية، لان الوقت مش بتاخد وقت كتير في التسوية. جربوا الوصفة دي على ضمانتي على سفرة رمضان، وصفة جميلة جدا هتعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو ولسه بتتفرجوا انا بشكركم جدا. يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشير لكل حبايبكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.